آية واحدة في القرآن الكريم لو حضرتك واظبت على قراءتها تحل محل سورة الواقعة في بسط الأرزاق، وفي سعة الأرزاق، وفي جلب الأرزاق، وفي جلب كل خير لك من حيث لا تدري ولا تحتسب. يا عم الشيخ ما تبالغش قوي، والله ما ببالغ. ده سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم بيقول لسيدنا أبو ذر: يا أبو ذر، الناس كلهم لو خدوا بالآية دي لكفتهم. يعني ايه لكفتهم؟ يعني في الدنيا والآخرة. يعني في الدنيا تكفيهم كل أمور الدنيا وتكفيهم كل أمور الآخرة. مش كده وبس، ده سيدنا عبد الله بن مسعود اللي قرأ القرآن داخل الكعبة على مسامع المشركين بيقول إن هي أسرع آية في القرآن الكريم في جلب الفرج. طيب يا ترى إيه الآية دي؟ إيه الآية الجميلة اللي أنت شوقتنا ليها قوي دي يا عم الشيخ؟ ركز كده. سيدنا أبو ذر رضوان الله عليه وأرضاه لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم جعل النبي يرددها حتى نام أبو ذر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ووصل لمرحلة النعاس. فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: يا أبا ذر، لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم، يعني في الدنيا والآخرة. عارف بقى الآية دي إيه بقى؟ علشان أنا طولت عليك قوي وشوقتك بما فيه الكفاية. الآية دي علشان ترددها وتجعلها ورد في كل لحظة لأنها سهلة جدا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. سهلة مش كده ولا ايه؟ ميسورة. يا سلام لما تقرأ بيها الصبح كده 10 15 مرة 11 مرة، بس احرص ان الرقم يكون فردي. ويا سلام بعد الظهر لما تقراها، ويا سلام بعد العصر. ما هي سهلة جدا اهي. احرصوا على